بعد سنوات من الجمود، ملف السيارة يتحرر استيرادا وتصنيعا وتشريعا، فصدور دفتر شروط تصنيع السيارة الجديد سينظم العملية ويعبد الطريق نحو صناعة حقيقية مدمجة لكافة المدخلات محلية الصنع. عمليات التصنيع ستنطلق بنسبة إدماج 10% بداية من السنة الثانية، ثم ترتفع إلى 20% خلال 3 سنوات، لتصل إلى 30% في حدود ال5 سنوات. وإذا كانت هذه النسب إجبارية لتطوير الصناعة الميكانيكية، إلا أنها ستنعش أيضا الشركات المناولة الناشطة في المجال. بهذه الطريقة يتيسر للمصنعين شركات التصنيع التي تتواجد في الجزائر أن تهيكل نفسها وتضع برنامج لزيادة نسبة الإدماج في فترات مناسبة. أنا أرى أن هذه شروط غير تعجيزية، بالعكس فإنها تساعد للمصنعين أن يندمجوا في السوق الجزائرية وأن يستقطبوا إما المصنعين المناولتين الموجودين في الجزائر أصلا أو المناولتين الموردين الشركات المتواجدة في الخارج التي شغلها تصنيع أجزاء السيارات وقطع الغيار التي ستدخل في نسبة الإدماج. مدة 5 سنوات لبلوغ نسبة كبيرة نوعا ما 30% أظن معقولة جدا. من التركيب إلى الصناعة، هكذا أريد للمسار أن يكون. فالمسار اليوم هي جعل 2023 سنة ميكانيكية، خاصة في قطاع المناولة وقطاع الغيار. أما الطموح الأكبر فهو بلوغ التصنيع الحقيقي آفاق ال5 سنوات المقبلة.